السلام عليكم. الخبر اللي هيعرض لحضراتكم الآن يا جماعة خبر غير عادي. في حالة من الغليان الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا شعب، حكومة، جيش، مجلس الشيوخ الأمريكي، الكونجرس الأمريكي بشكل عام بغرفتيه سواء مجلس الشيوخ أو النواب مش على بعضه. الولايات المتحدة الأمريكية وترامب الآن في مهب الريح. خبر غاية في الأهمية وصف إعلاميا بقنبلة مدوية في الأوساط الأمريكية السياسية والإعلامية وحتى مع رجال الأعمال. خير اللهم اجعله خير. ترامب ليه عايز العملية العسكرية على إيران؟ علشان يفلت من الداخل الأمريكي، خاصة وإن الكل بيترقب لترامب الانتخابات النصفية حتى يتم عزله. فجاء النهاردة الدور من وزارة العدل الأمريكية لنشر أهم جزء في ملفات جيفري إبستين، رجل الأعمال اللي كان مقرب وصديق للرئيس الأمريكي الحالي ترامب. الخبر معروض أمام حضراتكم الآن. وزارة العدل الأمريكية، لكن خلونا بس في السطر اللي تحت الأول، نقلا عن رويترز والأسوشيتد بريس، ودول أهم وسائل إعلام، معاهم قناة CNN الأمريكية، أهم وسائل إعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. وزارة العدل الأمريكية بتقول لك إنه تم الإفراج بناء على مبدأ الشفافية. تم الإفراج عن 3 مليون وثيقة، 3 مليون مستند. انت متخيل جيفري إبستين ده عمل قد ايه داتا وبيانات هامة جدا في الفترة اللي كان هو في الموضوع الجزيرة بتاعته؟ جيفري إبستين يا جماعة بحسب الإعلام الأمريكي كان بيعمل لخدمة وصالح جهاز الموساد الإسرائيلي بحسب الإعلام الأمريكي. الإفراج عن 3 مليون وثيقة وأكثر من 2000 فيديو و180 ألف صورة. انت متخيل الأرقام؟ الأرقام يا جماعة بالخبر اللي حضرتك شفته ده نقلا عن أسوشيتد بريس، نقلا عن وسائل الإعلام الأمريكية زي قناة CNN الأمريكية. الخبر ده وهذه الوثائق، هذه الفيديوهات والصور متعلقة بسياسيين في أمريكا، متعلقة برجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك. بحسب الإعلام الأمريكي رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك طلب من جيفري إبستين زيارة إلى جزيرة. إيلون ماسك اللي كان بيقول أنا ماليش دعوة، ده أنا ترامب كان تبع جيفري لا، هو كمان قال له أنا عايز أجي عندك مرة. جيفري إبستين ما قالوش تعالى. تمام. متعلقة أيضا برجل الأعمال الملياردير بيل جيتس. بيل جيتس اللي طلب بحسب الوثائق اللي أفرجت عنها، قال لجيفري إبستين السيدة ميليندا هتكون عندك. ميليندا دي تقريبا زوجة بيل جيتس، يبقى اديها بس الدواء بتاع المضاد الحيوي للتعب اللي عندي، علشان بيل جيتس مريض بمرض ما، يعني نتيجة للي هو كان بيروح الجزيرة كتير بحسب الإعلام الأمريكي. فبيل جيتس قال له ممكن بس تديها البتاع ده علشان المرض اللي عندي اللي حصل لي نتيجة في الجزيرة كان عشان، فممكن تديها بس ما تقولش لها ان ده بتاع ايه، قول لها ان ده مضاد حيوي. اللي بتنقل هذه الرسائل وبتنشر هذه المعلومات وسائل الإعلام الأمريكية. الكل الآن يا جماعة الخبر باللغة العربية معروض أمام حضراتكم. 3 مليون وثيقة، 3 مليون وثيقة مستند، ومعاهم 2000 فيديو. ال2000 فيديو دول منهم موجود فيهم رئيس هيئة موانئ دبي، تمام، اسمه مش عارف أحمد الإيه كده، ومنهم سياسيين أمريكان وأوروبيين ورجال أعمال أمريكان وأوروبيين وناس كتير جدا جدا. بس المفاجأة إن ما فيهمش ولا رجل أعمال إسرائيلي وما فيهمش ولا سياسي إسرائيلي. مفاجأة صح؟ ده اللي بيقول كده أو اللي بتنقل وبتقول كده وسائل الإعلام الأمريكية. علشان كده قلت لحضراتكم الخبر ده ترامب مدرك انتخابات التجديد النصفي لو سيطرت عليه، لو الديمقراطيين اللي سيطروا على الانتخابات هيتم عزله. هو عنده يا جماعة موضوع جيفري إبستين ده عامل لترامب مشكلة كبيرة. أصلا ترامب قبل ما يدخل البيت الأبيض الأمريكي في الانتخابات اللي فاتت لما فاز، لما مسك بعد أوباما، قال أنا هطلع ملفات جيفري إبستين، ولا طلع ولا عمل.
وبعدين لما جه في الانتخابات الحاليه اثناء الانتخابات والمرشحين والمهرجانات اللي كان بيعملوها والقصه دي كلها وعمليه الانتخابات قائمه، قعد يقول انا هطلع لكم ملفات جيفري ايبست، انا راجل لا غبار علي. اول ما دخل البيت الابيض الامريكي قال لك اغلاق الملفات. فطبعا المحكمه الكليه ولا المحكمه العامه والمدعي العام في امريكا قال له مفيش الكلام ده، طلعت الملفات دي كلها. النهارده يتم الافراج عن 3 مليون وثيقه. بالمناسبه يا جماعه، من بين الناس اللي عليهم علامات استفهام اللي امامك ده ليدنسي جراهام. ليدنسي جراهام اللي عرضت لك فيديو من شويه، ومن وسط تل ابيب قال لك احنا عندنا الحرب على الاسلام، احنا وبنيامين نتنياهو والشله دي مع الشله في البيت الابيض الامريكي الحرب على الاسلام، عشان خاطر هم مش يعني هو اللي قال كده مين؟ ليدنسي جراهام. تمام، وعرضت لك الفيديو ده. ليدنسي جراهام النهارده صحفي امريكي قال له ايه اخبار بقى موضوع اللون، الالوان، الميم، انتوا فاهمين طبعا. ليدنسي جراهام ما قدرش يرد. وسائل الاعلام الامريكيه بقى بتقول ان ده ليدنسي جراهام عليه علامات استفهام مع موضوع جيفري ايبست. عرفت ليه كلهم مش عايزينك انت؟ هي دي اللقطه يا جماعه. هؤلاء علشان انت تكون معاهم ويعني ما يتعاملوش معاك ولا يعملوا عمليات عسكريه، لازم تبقى معاهم، لازم تبقى معاهم في الحاجات دي. بيل جيتس اللي هو يعني مايكروسوفت، فاكر انت مايكروسوفت وقطاع غزه؟ عرفت ليه بيل جيتس كان مسلم مايكروسوفت تسليم اهالي للجيش الاسرائيلي علشان يراقب القطاع والكلام ده كله والداتا اللي بتطلع له من القطاع؟ والبنت اللي كانت من المغاربه وراحت سابت الشركه ومشيت، بيل جيتس الوثائق مع جيفري ايبستن. ووسائل الاعلام الامريكيه بتقول تقريبا، مش متاكدين قوي، يقول لك تقريبا كده جيفري ايبستن حد من تابع الجهاز، تمام، هو اللي كان مشغله، الموساد يقصده يعني، بحسب قناه سي ان الامريكيه، بحسب النشطاء الامريكان، بحسب وسائل الاعلام الامريكيه. فيا جماعه اللي حصل النهارده في موضوع جيفري ايبستن وصفته وسائل الاعلام الامريكيه بانه عباره عن يعني قنبله في الاوساط الامريكيه. امريكا هتقعد عليها 3 4 5 6 اسابيع حاله من الغضب والغليان في وسائل الاعلام الامريكيه والنشطاء الامريكان ومنصات التواصل الاجتماعي، انهم عايزين يعرفوا الحقيقه مين اللي ورا جيفري ايبستن وازاي وصل المرحله دي الى ان اغلب السياسيين الامريكان معاه بنفس الشكل ده. تفاصيل يا جماعه غايه في الاهميه، علشان كده دايما بيحاولوا يفلتوا من اللي بيعملوه بعمليات عسكريه على الدول اللي مش قادره تحمي نفسيها. فنزويلا، كوبا، المكسيك، يجي لك الشرق الاوسط، اهي الامور بتبقى ماشيه معاهم. ياخد لك المقصد بتاع القضيه الاساسيه اللي الشعب الامريكي بيبحث عنها ويروحوا مودين حته تانية، ده احنا الان في حرب، ويخلي وسائل الاعلام اللي هي اصلا في خدمتهم تنفذ رغباتهم. علشان كده كله مع جيفري ايبستن متورط الا بنيامين نتنياهو. سلام عليكم.